السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟ كيف الأحوال؟ بخير عليكم؟ كل شيء مزيان؟ الحمد لله. بارطاجيو معكم الإخوان هذا اللايف، هذا لايف سريع. لايف سريع، عندي الأفكار في راسي. غادي نحاول باش نتقاسم معكم الأفكار اللي عندي. بارطاجيو الإخوان، بارطاج 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 بارطاج، الله يرضي عليكم. واللي ما بارطاجاش يقول صاحبه بارطاجي. غتسمحوا لي لان ما كيبانوش ليا لي كومونتير. ما كيبانوش ليا لي كومونتير. غادي يعني اللي كتب شي كومونتير راه ما غيبانش ليا، باش تكونوا عارفين علاش راني ما عرفتش. الموضوع كاينين جوج ديال المواضيع في هذا اللايف. ابعد انا راني كنتواجد في الجنوب ديال جمهورية ايرلندا المستقلة، في الجنوب ديالها امام البحر. موقف السيارة ديالي، وعندي بعض الامور بغيت نتقاسمها معكم، مهمة جدا. اولا كان فيليسيتاسيون، نهنئ خونا عادل البداحي على الافراج ديالو. الحمد لله، مبروك عليك اخويا، مبارك عليك. هذا الافراج هذا الحمد لله، خرجتي عند وليداتك، عند الاهل ديالك، الحمد لله. مبارك عليك اخويا، مبارك عليك، الحمد لله. فرحنا لك بزاف اخويا، فرحنا لك بزاف. بالنسبة للاخوان، ربيعه مازن. كان الهاتف كيتحرك الاخوان، غتسمحوا لي لانه كيتحرك، لان كاين البرد والسياره كيحركها سميتو. ماشي مشكل، على كل حال غنحاول نشدو بيدي. وفيليسيتاسيون الصديق ربيع مازن وشفيق الهجري، مبروك عليكم، مبارك عليكم الافراج مؤقت. وخرج الشعب المغربي كله في افراج مؤقت او للصراح مؤقت. غادي نبدا بواحد المساله مهمه، يعني نقولوا مهمه، وهي واحد الرساله لعبد اللطيف الحموشي. الرساله ديالي للمدير العام، المدير العام للمديريه العامه لمراقبه المواطنين، ماشي التراب الوطني، لان مراقبه التراب الوطني بزاف عليكم. الرساله ديالي ليك هي كالاتي: بالنسبه للعملاء، بالنسبه للعملاء ديالك، حاول تختار عملاء اللي على الاقل، على الاقل ما كيديروش اخطاء في اللغه العربيه، على الاقل ما كيديروش اخطاء في ايات ديال القران. يعني يكون عندهم واحد القيمه، تكون عندهم واحد القيمه، باش حتى الشعب المغربي ملي يسمع، او المتابعين ملي يسمعوا، الا سمع شي حد يعني ياخذ الامور بمحمل الجد. دابا انت عبد اللطيف الحموشي، للاسف للاسف عندك غير النطيحه والمترديه. ف طالق بعض، للاسف بعض الجهال، الجهل المركب، الجهل المركب. وانا كنفضل ما نجاوبهمش مباشره. علاش؟ لسبب واحد: واني ما عنديش علاقه بهم، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن طبعا انت كتقول لهم تهجموا،
عبر الطريق ديالك باش يتهجموا على المعتقل السياسي السابق محمد حاجب. اسمع السي الحموشي، اسمع مزيان وحل ودنيك، حل ودنيك مزيان السي الحموشي. راك كتعرف مع من كتكلم، راك كتكلم مع المعتقل اولا كتصنت المعتقل السياسي السابق محمد حاجب. هذا المعتقل هذا اللي كان سبب من الاسباب الرئيسيه اللي سد لي ماكم، استغفر الله العظيم انا ذكرت اللي سد ليكم المعتقل السري اللي تمارى. من الاسباب الرئيسيه محمد حاجب هو اللي دار الدعوه من اجل اقتحام المعتقل السري اللي تمارى من داخل سجن الزاكي. والشعب المغربي استجاب، والتاريخ لا يكذب، والانترنت لا يكذب، اليوتيوب لا يكذب، اخبار اليوم لا تكذب، والشباب ديال 20 فبراير ما تيكذبوش. سمعتي يا السي الحموشي؟ محمد حاجب هو اللي هرس اليد ديال المخزن داخل السجن. محمد حاجب هو اللي كسر اليد ديال المخزن اللي كتقول ما كتلواش. محمد حاجب هو اللي لواها باذن الله، ماشي بحول ديالي ولا القوه ديالي. محمد حاجب هو اللي فرض، طبعا بالدعم ديال المعتقلين اللي معاه والشعب المغربي خارج الاسوار، اللي فرض المطالب ديال المعتقلين. والرؤوس ديالكم مطعطعه. محمد حاجب هو اللي ذل المندوب العام لإدارة السجون والمدير العام ديال الأمن الوطني سابقا، شنو سميتو؟ عبد بن هاشم، عبد الحفيظ بن هاشم ولا حافظ بن هاشم ولا. وسول الرميد وسول الصبار، محمد الصبار الرئيس ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. واش أذلكم حاجب ولا ما أذلكمش حاجب؟ طبعا في واحد الفترة ديال الحراك الشعبي ديال 2011. إذن راك كتكلم كتصنت لسيدك. سمعتي يا الحموشي؟ أنا راني سيدك أنا، وهذا الإحساس عندي، أنا عندي هذا الإحساس على أنني سيدك، لأنني كنعتقد اعتقاد جازم أنني واحد من الوطن ديال واحد من الشعب المغربي، وأنني واحد من المخلصين للبلد ديالو والمحبين ديال البلد ديالو. تكون عارف هذا الشيء هذا. أما أنت الخائن، لا أنت ولا الرئيس ديال الدولة المقيم العام الفرنسي كان عارف شنو تنقول. نتوما خدام ديال فرنسا، نتوما خدام ديال اسبانيا البلد المحتل. باش ما نطولش بزاف عليك عبد اللطيف الحموشي، واحد الحمار طلقتيه تيدوي، واحد الحمار طلقتيه تيدوي وما عارفش شنو تيقول، ما عارفش اش تيقول، وتيقول على انني خارج في المانيا تندير لايف في المانيا وخارج
وتنهج وخايف من الجيران. قول لهذاك الحمار، قول ليه الحموشي، قول لي راه محمد حاجب راه كاين في ايرلندا هاد الساعه هادي، في ايرلندا، وراه في فتره نقاهه، وراه الحمد لله جالس ما شاء الله في سياره 7 مقاعد من من الطراز الاخير 2019، وراه جالس قدام البحر. والله العظيم راني كنشوف في البحر. بلا ملي غنكملوا اللايف غادي نحاول نوريكم فين جالس انا دابا. انا جالس دابا في الجنوب ديال ايرلندا. قول لهذاك الحمار راه محمد حاجب راه كاين في ايرلندا، وراه ما كاينش في المانيا. هذه نقطه رقم 2. قول لعبد اللطيف الحموشي لهذاك الحمار راه اللايف درتو من بعد الساعه 10، وقول ليه عبد اللطيف الحموشي، قول لهذاك الحمار الجاهل، قول ليه راه في اوروبا راه ماشي بحالنا هنا في الزريبه. قول ليه طبعا ماشي انت، قولها لهذوك ديالك يقولوا ليه راه اوروبا راه من مور العشرة سكات. هنا كاين دوله ديال القانون، هنا ماشي الدوله الزريبه. قول ليه هذوك راه دول ديال القانون، والدول اللي كتحترم راسها، راه ماشي الدوله ديال اللي بغات تشدو كتشدو. سمعتي يا عبد اللطيف الحموشي؟ من مور العشرة كاين احترام، سميتو الاحترام. قول لهذاك الحمار، قول لي راه قال لك حاجب، قول لي راه كاين سميتها شي حاجه سميتها الاحترام الحمار، سميتها الاحترام الحمار، الاحترام ديال الجيران. وإلا ما احترمتوش غيجيو البوليس. قولها ليه الحمار، قول ليه ماشي انت اللي حمار، قول لي راه قال لك حاجب انت هذاك اللي مصيفطو راه حمار، انت خائن. والتهديد بالقتل، سمعتي يا الحموشي؟ راه كاين الان، راه كاينه شكايه في المانيا راه كتجري بتهديد في القتل، وراه الشرطه الجنائيه الالمانيه راه دارت تفريغ، وراه تم الترجمه ديال هذاك التهديد اللي جاني بالقتل، ماشي بالقتل، بالاختطاف المغرب، بالاختطاف المغرب، وبالاغتصاب ديالي في المغرب، بالقرعه، وانهم غيشدوني وغيجلسوني قدام المقيم العام الفرنسي وغنبوس ليه رجلو. هادشي كامل تم التفريغ ديالو، وراه كاين البحث جاري. تاي البحث جاري، ما غنتكلمش على بزاف ديال الامور لان سريه ديال البحث. هاد الحمار هذا بالاسم ديالكم وبالاسم ديال الملك كاين تهديد ديال القتل، كاين تهديد ديال القتل، تهديد بالقتل. والتهديد بالقتل راه حنا غادي ناخذوه بعين الاعتبار، وراه حنا غادي نقدموه للمحامي ديالنا هنا في اوروبا، هنا في المانيا، غنصيفطوه ليه ان شاء الله لالمانيا، وغتتم الاجراءات القانونيه. قول لهذاك الحمار قول لهذاك الحمار راه القانون غادي ياخذ المجرى ديالو، ماشي عليه هو راه ما محسوبش كاع. القانون غيجري على الاسياد ديالو، بحالك انت عبد اللطيف الحموشي، لان راه كتعرفوني مزيان. ملي كتطلع لي الدبانه راني ملي كنكعرر راه ما تنعقل على حتى شي كلب. سمعتي يا عبد اللطيف الحموشي؟ لان اللي قاس لي الوالدين تاعي ولا اللي قاس لي الزوجه تاعي راني ما نعقلش عليه، راني ما نعقلش عليه، ونخرج على الاطار، غنخرج على الاطار اللي انا معروف به. راه كنتكلم وكتعرفني مزيان، كتعرفني مزيان، والكلاب ديالك تيعرفوني مزيان ملي كنتقلق. سمعتي يا عبد اللطيف الحموشي؟ اما المساله ديال الخطاب الديني اللي كيتمارس الان ضدي انا، الخطاب الديني والتسميه ديالي انني من الخوارج، الحمد لله رب العالمين.
على هاد الصفة ديال أنني من الخوارج على الظلمة، بحال المقيم العام الفرنسي. والله العظيم لي الشرف أنني يعني واقف أمام مجرم، أمام ظالم، أمام كاع هادشي اللي كتعرفو نتا. إلا كنت أنا من الخوارج فهذا الشرف أنني من الخوارج على الظالمين. شرف. وقول لهذاك الحمار اللي ما تعرفش يقول الآيات، حتى الآية صحيحة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هو قال والرسول وأولي الأمر منكم. قول ليه الحمار ماشي هكذاك الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول ليه، قول لهذاك الحمار الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بجوجهم إطاعة، ولكن ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، قالوا وأولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر منكم إلا ما كانش كيطيع الله والرسول فلا طاعة. شمن ولي أمر بعدا كاع؟ مقيم عام فرنسي شمن ولي أمر؟ أين الأمر حتى يكون عنده ولي؟ أين الأمر حتى يكون عنده ولي؟ كاينش أمر. على كل حال، على كل حال ماشي مشكل، تنية هانية. الردود ديالي غتكون عليك عبد اللطيف الحموشي دائما وابدا. الردود عليك ماشي على الصغار. الصغار ما تردش عليهم. انا كنرد على الملك، نرد عليك انت، نرد على الوزاره، هادو نرد عليهم. اما الصغار ما كنردش عليهم، ما نردش على الصغار. ما نزلش لواحد المستوى اللي هو طايح بزاف. بنادم ما تيعرفش يقول تا جمله صاحبي. تقول لي عرف، تقول لي تيرفع المفعول به وكينصب الفاعل وكل شيء عنده مرفوع، كل شيء عنده منصوب. السيد ما عارف حتى حاجه كاع، مسكين. قول لي هضر غير بالدارجه صاحبي، تقول لي هضر غير بالدارجه، راه محشم براسو مسكين. على كل حال، اللي جعلني علاش هضرت هو لانه جبد الزوجه تاعتي وجبد الوالدين ديالي. هذا هو علاش رديت عليه عن طريقك انت، لان ما نقدرش نرد عليه هو مباشره، لان ما صغير بزاف. على كل حال نطويو علينا هذه القضيه هذه، حيدوا علينا هذه القضيه هذه باش ندخلوا القضيه المهمه. القضيه المهمه هي ديال خونا البركاوي اللي كاين في السجن. ديال بارطاجيو معنا الاخوان، بارطاجيو معنا هذا الشيء اللي غنقول راه مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، لان الان تيتم التلفيق ديال تهم الربيع همازن شفيق الهجري وخونا البركاوي اللي كان في السجن ديال عكاشه. كتم فبركه ديال الملف ليهم. الحمد لله تم اطلاق السراح ديال جوج منهم، ديال ربيع همازن وشفيق الهجري في حالة السراح. طبعا ما ننساوش تم الافراج عليهم عن طريق التضامن، بفضل الله سبحانه وتعالى، التضامن ديال الشعب، كل شرائح الشعب المغربي كونوا متفقين على المسألة هذه. لأن المخزن، الدولة البوليسية استشعرت على أن المسألة خرجات، الفيديوهات انتشروا كالنار في الهشيم، البراءة ديالهم باينة. الآن تيتم كما قلت لكم الفبركة ديال واحد الملف. شنو هو هذا الملف هذا؟ قال لك اسيدي خرج واحد الصوتية ديال البركاوي، تسجيل صوتي كيبين فيه المشاكل اللي كاين داخل السجن. عادي، شدوها الاخوان ووزعوها على شبكة الانترنت.
الان المندوبيه العامه لاداره السجون بغات تتابعهم. علاش غتتابعهم؟ لان الناس سيدي قال لك داك الشيء ما كاينش وكذا 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 وكذا، وتسببات في البلبله وتسبب في كذا وتسبب في كذا الى اخره. المندوبيه العامه لاداره السجون. طيب سيدي، هاد الحقره هادي ما غتساليوهاش. دابا هاد الحقره هادي دابا نتوما الدوله البوليسيه واش ما غادينش تساليو هاد الحقره ديالكم؟ واش ما غتساليوش هاد الحقره على النشطاء؟ حقرتوا عليهم، سنيتوا البركاوي تحت الضغط وتحت الاكراه، سنيتوه داخل السجن. هادشي راه طرا ليا حتى انا سنه 2011 داخل السجن من طرف الكلب المجرم الجلاد يونس البوعزيزي. لما ينوط اللور كلشي اللور كيشدوك كيبصموك بيديك كاملين، كيبصموك بيديك كاملين على بياض، على بياض، وتيكتبوا اللي بغاو. وبما اننا داخل الزريبه ما كيتمش التحقيق مع هؤلاء المجرمين، فقط مع المخالفين سياسيا، مع النشطاء فقط. الحقرة سنة 2016 تم التهذيب ديالي داخل سجن سلاجوج. سمحوا لي، سنة داخل سجن تيفلت واحد تم التعذيب ديالي، وصورت آثار التعذيب. وملي صورت آثار التعذيب صيفط التصاور للزوجة ديالي وقلت لها إلا تم الترحيل ديالي أو تعرضت لأي سوء غتصيفطي هذا الشيء هذا للمحامي ديالي. إلا اتصلت بك ولا اتصل بك شي حد وقال لك واحد الكود. دابا هاد الأمور ما عمرني ما قلتها، وحتى المخابرات ما كانوش عارفينها، ولأول مرة غنقولها لأن من الضروري خاصني نقولها، لأن هاد الملفات هادو ديال الفبراكة خاصها تحبس. النشطاء بارطاجيو معنا الاخوان. قلت للزوجه ديالي هاد التصاور هادو غتخليهم عندك، اي مساله طرات ليا الا اتصل بك شي حد وقال لك واحد الكود، كدير معاه واحد الكود، صيفطيها مباشره الطرق، صيفطيها للمحامي ديالي في المانيا. جا واحد النهار كان طاري شي مشكل تما، انا بعدا ملي عذبوني وداك الشيء ما درتش الشكايه. علاش ما درتش الشكايه؟ علاش ما خرجتهاش في الاعلام؟ لانني من قبل خرجت وهضرت في الاعلام ودرت شكايات وطالبت وزير العدل الرميد وقلت ليه انا راه ودني تاخبينها ليا، ودني اليسرى وكتسيل بالدم، اجي دير ليا خبره طبيه. واخبار اليوم اتصلت به وجاوبهم قال لي ما غندير اللازم، وكتبت لي من السجن، كتبوا لي والديه، كتبوا لي سميتو، والو خبره طبيه مبغاش يديرها. طيب دوله، الى عندنا دوله حقيقيه بارطاجيو معنا الاخوان، بارطاجيو معنا. الا كانت هاد الدوله او شبه الدوله كتقول دوله ديال القانون، هاد محمد حاجب تيكذب. واخا سيدي نديروا ليه خبره، ياك عندنا في الحبس نديروا ليه خبره ونشوفوه واش تيكذب ولا لا. وقلتها انا، قلت انا شوفوا الادعاءات ديالي واش انا كاذب ولا تنهضر بالصح. اجيو شوفوا واش ودني متقوبه ولا لا، واش الدم كان عامره بالدم ولا ما عامرش بالدم. ودني عامره بالدم، الاذن اليسرى، عن طريق التعذيب ديال العصابه المجرمه اللي كاينه في السجون ديال المندوبيه العامه لاداره السجون، اللي كتهضر كتقول القانون. عاش من قانون كتهضروا عليه؟ من قانون؟ قولوا شي حاجه اخرى. راه حشومه تقولوا القانون، حشومه. سمعتيها التمك؟ حشومه تقول القانون، هضر على شي حاجه اخرى. والو، ولا خبره طبيه ولا تا حاجه، والو 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 والو. وصيفط للسفاره الالمانيه، والسفاره الالمانيه راسلتهم ديروا خبره طبيه، ديروا كذا، ديروا، والو ما بغاوش يديروا. علاش؟ شنو هو السبب؟ علاش ما بغاوش يديروا خبره طبيه؟ حيت عارفين الحقيقه، حيت هما اللي عطاو التعليمات. عذبوا حاجب، طحنوا حاجب،
راه دار لنا الطياره، راه سد لنا المعتقل السري لتمارا، راه دار لنا كذا 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 الى اخره، راه نوض لنا البلباله، راه طيح لنا نيفنا في الارض محمد حاجب. علاش ما بغاوش يديروا لي خبره طبيه؟ لانهم عارفين وعطاو التعليمات، اعطاو التعليمات الكلاب ديالهم، كلاب اللي عذباتني، الكلاب اللي عذباتني واللي ضربني هنايا هو فؤاد الزمراني. فؤاد الزمراني بسلاجوج هو اللي تقوم لي الاذن ديالي. فؤاد الزمراني من فاس وكان خدام في طنجه وجراو عليه لسلاجوج، وكان تياخذ الفلوس من عند الاباطره ديال المخدرات في سلاجوج. فؤاد الزمراني والله ما ندوزها لك ولدي، سمعتي يا ولدي يا فؤاد الزمراني؟ والله ولدي وبقى حاجب في الحياه، لا انت ولا الاسياد ديالك، بالقانون الكلب، بالقانون. والله ولدي لا دوزتها لك، لا انت ولا الكلاب اللي عذباتني. والله واخا تولي عندي 80 سنه باذن الله عز وجل. هادشي لا بقى النظام المغربي، لا ما بقاش النظام المغربي، لا ما بقى يطاح النظام المغربي. هذا النظام القائم بقي النظام الفاسد، راه الحساب ديالكم عسير بالقانون، كلشي بالقانون. نرجعوا للتصاور اللي صيفط للزوجه ديالي. داوني لتي في الجوج، ملي داوني لتي في الجوج داوني في شهر 7 2016، لان كنخلطكم دابا كنديكم 2011 وكنرجع عاوتاني 2016، سمحوا لي. 2016 في شهر 7 داوني يا سيدتي في الجوج، ترحيل تاع السوفي، ترحيل تاع السوفي. ملي داوني لتي في الجوج هضرت مع واحد السيد تما، كاين تما واحد الصديق كاين في السجن سجين، كان غيمشي يتصل وقلت ليه هذاك الكود، عطيته الرقم، اتصل بالزوجه تاعتي عطاها الكود. الزوجه ديالتي شدات المسائل اللي عندها، صيفطات من المحامي دار شكايه بديك الصور الخارجيه الالمانيه، الخارجيه الالمانيه صيفطات للسفاره الالمانيه، السفاره الالمانيه راسلات الخارجيه المغربيه، يعني راسلات المندوبيه العامه لاداره السجون عن طريق الخارجيه المغربيه، وقالت لهم تفتحوا تحقيق في القضيه. المخابرات بغات تحماق، باش المخابرات بغات تحماق. المندوب العام بغا يتسطى. كيفاش حاجب هزيناه ديناه وهو ما في خباروش انه غيتهز لتي في الجوج، وفي يومين مباشره جبد لنا التصاور، ضربنا في تيفلت واحد، دار لنا مشكله. كيفاش هاد الصور، كيفاش خرجوا، كيفاش تصوروا، كيفاش كذا كيفاش كذا كيفاش كذا، ما بغاتش تفهم لهم الحماق، بغاش تفهم لهم. طيب يا العصابه المجرمه، علاش ما تابعتوش حاجب؟ علاش ما تابعتوش حاجب بوشايه كاذبه؟ علاش ما تابعتوش حاجب ملي كان تيكتب من داخل السجن وتيكتب على الحشيش وتيكتب على المخدرات وتيكتب على تيكتب على 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 على, 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 على جميع المصائب اللي كاينه داخل السجن؟ علاش ما تابعتوهش؟ علاش كتخافوا من السفاره الالمانيه؟ كتخافوا من السفاره الالمانيه مع العلم على ان الملف ديالي انايا ملف راه متواطئه فيه الحكومه الالمانيه، متواطئه فيه الاجهزه الالمانيه الاستخباراتيه الالمانيه، غنجي الوقت المناسب اللي غنطرح فيه هذا الشيء، لان كنتسنى غير يخرج واحد التقرير مفصل من طرف قناه الار دي الالمانيه والصحيفه ديال شبيغل اللي غتكلم بتفصيل على هذه الامور هذه ديال التواطؤ ديال الاجهزه الالمانيه مع الاجهزه المغربيه في الاعتقال ديالي في المغرب، على بزاف ديال الامور، وغادي نجبد بزاف ديال الخبايا اللي مازال ما تكلمتش عليها الى يومنا هذا. السفاره الالمانيه كانت كتمثل لي انايا واحد النوع من الحمايه، ماشي الحمايه كامله، نوع من الحمايه،
بخصوص انني عندي جنسيه المانيه، ماشي الحمايه كامله. حمايه كامله خاص تكون سميتك، خاصها تكون سميتك بيتر، وخاصها تكون سميتك واحد الاسم اللي هو الماني، وما يكون سميتك محمد، ما سميتكش محمد. باش نتكلموا بالصراحه، لان انا دائما تنبقى الماني من الدرجه الثانيه، الماني من الدرجه الثانيه، باش نتكلموا بالصراحه. ولكن طبعا ملي تنكونوا قدام القضاء الالماني راه تتكون الماني من الدرجه الاولى ملي كتكون امام القضاء الالماني، لان دائما كتفصل ملي كتكلم على الحكومه وكتكلم على الاجهزه الامنيه وكتكلم على القضاء في الدول الديمقراطيه، راه كتكلم على مؤسسات ماشي بحال الزريبه عندنا. طيب انا علاش ما تابعونيش؟ علاش باغيين يتابعوا الان؟ انا كنت ساكن في الصحافه المغربيه، ساكن فيها، ساكن في اسبريس، ساكن في الاخبار اليوم، ساكن في الصباح المساء. غادخل لجوجل اكتب المعتقل الاسلامي والمعتقل السياسي محمد حاجب، ما تساليش بالقرايه، اخبار عليا يعني معروف. مشاغب داخل السجن، طبعا متمرد داخل السجن، متمرد على الظلم. علاش بغيتوا تتابعوا العصابه البوليسيه؟ بغيتوا تتابعوا ربيع همازن وتتابعوا الشرفاء البركاوي وتتابعوا شفيق على واحد المساله، على واحد الصوتيه اللي امر اللي هو كاين. وشحال من صوتيه خرجات، شحال من صوتي خرج من السجون، وشحال من فيديو خرج من السجون. تمت المتابعه؟ ما تماتش المتابعه. كتشدوا بنادم كديروا ليه كتهزو كديو الكاشو 40 يوم. بارطاجيو معنا الاخوان، بارطاجيو معنا. كديو 40 يوم، 45 يوم، 30 يوم وصافي. ولكن باش ديروا بنادم متابعه، علاش زعما المتابعه؟ علاش؟ تعرفوا علاش المتابعه؟ باش تفهموا مزيان المتابعه. ملي كنقولوا المندوبيه هي المخابرات. الشعب المغربي فكروا مزيان معايا، ديروا دائما ملي تسمعوا المندوبيه العامه لاداره السجون، دائما قولوا الواجهه الرسميه اللي كاينه في السجون ديال المخابرات المغربيه، لا دي اس تي. هذه دائما حطوها في راسكم. هاد النشطاء هادو هما ناس كيدافعوا على الطبقه المسحوقه، على الطبقه الفقيره في المغرب، وخصوصا في الدار البيضاء، خصوصا في الدار البيضاء. اش غنديروا لهم؟ خصنا نديروا لهم واحد الملف باش نبقاو خالعينهم، باش نديروا لهم اللجام. هذا كيتسمى اللجام. المتابعه في حاله صراع تتسمى اللجام. كيلجموا بنادم اللجام باش ما يبقاوش يديروا اللايفات، باش يوليو يضربوا يقيسوا، باش كذا، باش يشوفوا الشعب راهما خايفين. لان المخزن مناش تيخاف من النشطاء اللي ما تيخافوش. علاش؟ لانهم تيزعموا بنادم، وإلا زعم بنادم، إلا زعم الشعب، إلا زعمت الدار البيضاء راه ما يقدروش يسيطروا على الدار البيضاء. الدار البيضاء راه خرجت عن بكرة أبيها، راه سالات الحفلة، راه كلشي غينوض. فهما تيضربوا الحسابات. هذا الناشط الفلاني غنديروا ليه ملف، ما نقدروش نشدو ندخلوا للحبس لان كذا، ما كلشي باين، كلشي هادي غنديروا ليه للجام. متابعه في حاله صراح. فالتامك جمع راسك، التامك جمع راسك وبركه من البساله ديالك. راك مريض وربي مسلط عليك هذا المرض هذا، ومازال غادي يتابع المخابرات غير اللي قالوا لك كديرها، اللي قالها لك الحموشي كديرها. واتق الله شي شويه ورجع اللور شي شويه وخلي عليك الشرفاء، وتالا ملي يجيو السجن وتفاهم معاهم. تا خارج السجن باغي تتابعهم؟ بغيتي بنادم كاع ما يقولش شنو كاين في السجن؟ ما يمكنش. اذا الاخوه شنو نقول لكم الان؟ كيف ما قلت لكم باش نوريكم فين انا، لان باش شنو سميتو هو هذاك بلاتي سميتو. نحيد التليفون.
الله يا عبد الله. اي التليفون. بسم الله. كاين شي شويه البرد الاخوان، كاين شي شويه البرد باش تشوفوا معايا والله ما عرفتش تشوفوها ولا لا. كتشوفوا البحر ياكم، كاين شي شويه البرد. هذا الجنوب ديال ايرلندا في البحر، امام البحر. هذا قوس قزح، كتشوفوا قوس قزح، قوس قزح ها هو. احنا جالسين حاطين قهيوه وجالسين ولله الحمد كنخرجوا التعذيب اللي تعذبناه وداك الشيء. كنحاولوا نتنفسوا الهواء النقي، نحاولوا نتنفسوا الهواء النقي. الله يا ربي. اذا اذا الاخوان، شكرا على المتابعه، شكرا على المتابعه بزاف. وكنقول للاخوان صبروا وتبتوا وما يخافش بنادم، ما يخافش من المخزن. يحاول دائما يتكلم مع النفس ديالو، يقول لها ما تخافيش، يقول لراسو ما تخافيش. الا نفسه خافت، لان الناس كتخاف، كل واحد تيخاف. يتكلم مع راسو، الشعب يتكلم مع راسو، يقول راسو ما تخافش، ما تخافش من العصابه. راه العصابه كتخاف منك اكثر من اللي انت كتخاف منها. العصابه كتخاف منك، الشعب المغربي اكثر من اللي انت كتخاف منها. كون على يقين بهذه المساله هذه، كون على يقين. تحياتي للشرفاء، الحريه للمعتقلين السياسيين الزفزافي ومن معه، المعتقلين على خلفيه 16 ماي، المدونين، الصحفيين بدون استثناء. تحياتي للشرفاء، تحياتي للشعب المغربي. بارطاجي معكم هذا الفيديو، الله يرضي عليكم. يسقط الخونة العملاء، يسقط الخونة العملاء، يسقط الخونة العملاء. تحياتي لكم، شكرا على المتابعة. كان معكم المعتقل السياسي السابق محمد حاجب، شخصيا اون بيرسون، من جنوب جمهورية ايرلندا. تحياتي لكم، ما تنسوناش من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.